أهلا بكم من جديد. حسم الأفريقي التونسي تأهله إلى ربعي النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي في صدارة المجموعة الأولى إثر فوزه على ضيف كامبالا سيتي الأوغندي برباعية. هذا واستفاد الفتح الرباطي المغربي من سقوط كامبالا ليعبر رفقة الأفريقي بفوز مثير على ضيف ريفيرز يونايتد النيجيري ب2-1. المجموعة الأولى من كأس الاتحاد الإفريقي لم تبح بأسرارها إلى غاية الجولة الختامية، كل الاحتمالات فيها واردة، والفرق الأربعة الإفريقي الفتح كامبالا وريفرز لم تحسم أمر تأهلها لربع النهائي. على ملعب رادس في العاصمة تونس النادي الإفريقي بأسبقية الترتيب استقبل كامبالا سيتي، وعلى ملعب مولاي الحسن كان مصير الفتح مرتبطا بنتيجة الإفريقي لينزل المباراة ضاغطا منذ الدقائق الأولى، وتعددت الفرص نحو مرمى الفريق النيجيري، غير أن التجسيد لم يكن إلى جانب الفتح. وفي هذا الوقت ومن الفرصة الأولى نجح أسامة الدراجي في منح قائد الإفريقي كرة على طبق من ذهب لينجح صابر خليفة في افتتاح النتيجة عند الدقيقة 11. الكرة عند هذا المستوى في ملعب الفتح المطالب بالتسجيل، إلا أنه اصطدم بخشونة لاعب ريفرز، بينما الأمور تسير على أحسن ما يرام لدى كتيبة المدرب شهاب الليلي. والفرصة الوحيدة الخطيرة على مرمى الإفريقي صدها عاطف دخيلي ببراعة كبيرة، محافظا على نظافة شباكه وداعما معنويا زملائه، الأمر الذي أثمر هدفا آخر لفريق باب جديد، هدف من الطراز العالمي لمنوب الحداد بتصويبة في الزاوية المستحيلة لمرمى أوشان عند الدقيقة 25. الأهداف تواصلت للإفريقي، والبديل معتز زمزمي من أول لمسة للكرة رفع النتيجة إلى ثلاثية دون مقابل قبل 4 دقائق من ختام الشوط الأول. هدية النتيجة لم يستغلها الفتح الرباطي الذي استقبل هدفا قبيل نهاية الشوط عن طريق سكين الذي وضع فريقه على أعتاب التأهل. الإفريقي حسم تأهله منذ جزء المباراة الأول، وحلم التأهل للريفرز لم يدم إلا دقائق قليلة، حيث نجح الفتح الرباطي في التعديل عند الدقيقة 52 عن طريق يوسف الجناوي، هدف وضع كامبالا سيتي في الربع النهائي مؤقتا وأعاد الأمل للفتح. الإفريقي تحكم جيدا في مصير التأهل، غير أن الفتح الرباطي أضاع عددا كبيرا من الفرص لسبب أو لآخر ليقف الحظ إلى جانب كامبالا سيتي حتى اللحظات الأخيرة التي منح فيها حكم اللقاء ركلة جزاء مستحقة للفتح الرباطي لتكون بمثابة الأمل الأخير للمغاربة، وهو الأمر الذي نجح فيه محمد فوزير قبل دقيقتين من نهاية وقت المباراة الأصلي، مانحا فريقه بطاقة العبور رفقة الإفريقي الذي لم يكتفي بالثلاثية ليضيف الحداد رابع الأهداف ليعبر الإفريقي باستحقاق لربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، متصدرا المجموعة الأولى ب12 نقطة أمام الفتح الرباطي.